بيبدأ المسلسل مع واحد اسمه توبي واللي بنعرف ان هو دكتور، وبنشوف توبي وهو ساكن في شقة لوحده، وده لانه طلق مراته، وعلشان كده بنشوفه هو بيتعرف على بنات كتير على تطبيقات المواعدة، وبيعتبرهم توبي جلسة علاج جماعية، وده لانه مش عايز يروح لدكتور نفسي، وبيكون متحمس وفرحان انه لسه شخص مرغوب فيه وحياته لسه متحولتش لحياة مملة. وعلى الرغم انه طول الوقت خجول وما كانش يعرف بنات كتير، ومع ذلك بيصحى توبي كل يوم وهو حاسس ان في حاجة غلط، وبيكون وحشه ايام ما كان متجوز، لكنه بيفتكر الايام اللي كان عايشها مع مراته وانها كانت طول الوقت بتشتكي ومش عاجبها حاجة، ودايما ما كانش عندها وقت انها تفكر غير في شغلها. وفجأة بيفوق توبي على رسالة من طليقته واللي بيكون اسمها راتشل، وبتبلغه فيها انها سابت اطفالهم عنده، وساعتها بيتضايق توبي جدا لانها بعتتهم عنده قبل ميعادهم بيوم، وبنعرف ان توبي متفق معاها ان الاطفال هيقضوا معاه الاجازات بس. فبنشوفهم هما الاتنين وهما بيتخانقوا وبيزعقوا لبعض في التليفون وبيهينوا بعض، وبعدها بيستسلم توبي للامر الواقع وبيصحي الاطفال وبيحضر لهم الفطار. وبنعرف ان توبي عنده طفلين وهما هانا وسولي، وبيكون باين ان هانا طالعه زي مامتها لانها طول الوقت مش عاجبها حاجه وبتشتكي، اما سولي فهو على طبيعته لانه بيكون مهتم بالعلوم زي باباه. وفي الوقت ده بنتعرف على راتشل واللي شغاله وكيله مواهب مسرحيه، وبنعرف انها اتشهرت بسبب انها اكتشفت مؤلفه مسرحيات موسيقيه، ومن بعدها مسرحياتها اشتهرت في كل مكان وبقت صورها على كل حاجه تقريبا. وبعدها بنشوف توبي وهو بيروح يوصل اطفاله المدرسه، وبيقابل هناك صاحبة بنته هانا واللي بيكون اسمها ساندي، وبتتكلم ساندي كتير عن طليقته راتشل، لكن توبي مش بيكون قادر انه يركز في ولا كلمة من اللي هي بتقولها، وبيفتكر كل اصحابه الفضوليين تجاهه وتجاه طليقته. وبتنهي ساندي كلامها بدعوة توبي انه يتعشى معاهم ويجيب الاطفال، وده بيخلي توبي يسرح ويتخيل اخر مرة فيها يتعشى عند ساندي. فبنشوفه هو واقف وسط ازواج صحابات راتشل، وبنعرف ان كل واحد فيهم اما وارث او بقى عنده وظيفة مرموقة، وبنشوفهم هما بيبصوا لتوبي بدونية، وده لأنه دكتور ومش صاحب شركات ولا ممتلكات زيهم. وبعد العشاء بيحكي توبي راتشل عن اللي حصل من أزواج صاحبتها، لكنه بيكتشف إن راتشل شايفة إنه عندهم حق وإنها بتستحقره زيهم. وبنعرف وقتها إن مرتب الدكتور المتخصص في أشهر مستشفيات منهاتن ما يقدرش على حياة الرفاهية اللي راتشل عايزة تعيشها. وبيروح لأول مرة يرجع فيها توبي الشغل بتاعه بعد ما قرر إن هو ينفصل عن راتشل، وبيكون باين على توبي إنه مش قادر يسيطر على قوة الغضب والانفعال اللي جواه، وبنشوفه هو بيزعل دكتور من الدكاترة المبتدئين. ولما بيدرك توبي إنه مش كويس بيقرر إنه يعترف للدكاترة اللي بيدربهم إنه هيطلق هو ومراته وإنه نقل في شقة لوحده، وبيطلب منهم إنهم يعذروه لأنه اتعصب عليهم. فبتقترح عليه واحدة منهم واللي بيكون اسمها جوني إنه يعمل حساب على تطبيقات المواعدة، وبتحمل له وقتها جوني واحد فيهم على التليفون بتاعه، فبتعجب توبي الفكرة. وبعد ما بيكتشف توبي تطبيقات المواعدة بيفضل حوالي أسبوعين مش بيعمل حاجة غير إنه بيتواصل مع البنات اللي عليه من غير ما يتفاعل، وبعدها بيقرر إنه يعمل حساب على التطبيق، وبشكل لا إرادي بيجذب توبي في معظم المعلومات اللي كاتبها عن نفسه في الحساب بتاعه. وفجأة بدأ يجي لتوبي رسائل كتير جدا وطلبات صداقة، لكنه بيجهد جدا من كتر التفاعل، وساعتها مش بيبقى مبسوط زي ما كان متخيل. وفي يوم الحد بيرجع توبي الشغل وبيكون اتعرف على بنت اسمها تيس، واللي قرر انه يدخل معاها في علاقة. وفي الشغل بيبان على توبي قد ايه هو اتغير وبقى شايف الدنيا بنظرة متفائلة، وبيطلب من كل اللي حواليه انهم يبطلوا ييأسوا ودايما يكونوا على استعداد انهم يبدأوا من جديد. وبنرجع للحاضر، وبعد ما بيوصل توبي أطفاله المدرسة وبيسيب ساندي وبيمشي وبيروح يقابل أصحابه واللي بيكون اسمهم سيس ولي، وبنعرف إن توبي رجع يتواصل معاهم تاني بعد 15 سنة من انفصالهم. وبنعرف كمان إن لي كانت كاتبة في المجلات ولكنها انقطعت عن الكتابة بعد ما اتجوزت وبقت ربة منزل، وإن سيس لسه عازب لأنه شايف إنه دايما بيتغير وبينضج وإنه مش هينفع إنه يدخل في علاقة مستمرة. وبعدها بيروح توبي يجيب أطفاله من المدرسة، لكن هانا مش بتكون عاوزة تركب الأتوبيس وعاوزة تركب تاكسي وبتبقى محرجة من صحابها، وساعتها تصرفها ده بيضايق توبي جدا وبيلومها لأنها محرجة من الأتوبيس. وبالليل بيكون توبي رايح الميعاد بتاعه مع تيس، فبيسيب أطفاله مع المربية واللي بيكون اسمها منى، وبيبان على الأطفال إنهم بيحبوها، وبتبقى هنا خايفة إنها تظهر لها مشاعرها زي سولي. وفي الحالة بيستنى توبي تيس توصل، وبنعرف إن تيس عندها 50 سنة وإنها مطلقة هي كمان، وبيبان على توبي إنه اندمج معاها على طول وبدأ إنه يفتح معاها مواضيع ويتكلم. وتاني يوم بتبعت تيس رسالة لتوبي
وبتتفق معاه إنها هتجيله البيت، فبيديلها توبي العنوان على طول من غير ما يتردد. وفي نفس الوقت بتبقى هنا واعدة صاحبتها إنها هتبات عندها، فبيوديها توبي البيت صاحبتها واللي بيكون اسمها ليكسي. وبيبقى توبي متوتر لأن أهل ليكسي أغنياء جدا، ولأن ساندي تبقى أم ليكسي، واللي أول ما بتشوفه بتطلب منه إن يجيب لهنا تليفون خاص بيها. وبعدها بياخد توبي سولي ابنه وبيروح يشتري له كتاب، واللي بيختار كتب عن قانون النسبية. وفي الليل بيدرك توبي إنه ما سمعش أي حاجة عن راتشل طليقته، فبيحاول إنه يتصل بيها لكنها مش بترد. وفي تاني يوم بتتصل ساندي بتوبي لأن راتشل ما جاتش تاخد هنا، وبنعرف إن راتشل كانت وعدها تاخدها هي وليكسي المصيف. وبتبقى هنا حاسة بالإحراج جدا، فبيطلب توبي من هنا إنها تجيب ليكسي ويستنوا راتشل عنده في البيت. لكن الاقتراح ده كمان مش بيعجب هنا لأنها بتبقى محرجة من شقة باباها. لكن توبي بيتعصب وبيهددها إنها لو ما بطلتش تصرفاتها دي مش هيوديها أي مكان هي عاوزاه. وبعدها بيروحوا كلهم بيت توبي، وبرضه راتشل مش بتظهر ومش بترد على التليفون ولا على الرسايل. وبتكون هنا متعصبة، وفجأة جرس الباب بيرن، فبتفرح هنا وبتفتكرها مامتها، ولكنها بتلاقي قدامها تيس، فبتصرخ وبتقفل الباب وبتحس تيس بالإهانة وبتزعق لتوبي وبتمشي. وتاني يوم بتتصل هنا بتوبي وهو رايح الشغل، وبتطلب منه انه منى هي اللي تاخده من المصيف. لكن توبي بيرفض الفكرة وبيقول لها انها كفاية انها قاعدة معاهم في اجازتها. وبيكلم منى وبيشكرها انها وافقت انها تقعد معاهم. وبيبقى برضه لحد دلوقتي راتشل ما ظهرتش. وفي الشغل بيطلب المدير توبي وبيبلغه انه هيرقيه وهيخليه مدير القسم. فبيخرج توبي من عنده وهو مبسوط جدا، وبيبقى نفسه انه يقول لراتشل انه مش فاشل وانه انسان ناجح. وبنرجع للماضي في اليوم اللي راتشل وتوبي قرروا انهم يقضوا اجازة راس السنة عند سام ومريام صاحب راتشل. وبيبقى طبعا سام شخص غني جدا وعنده اكتر من فيلا في اماكن مختلفة، وبيبان على توبي انه مش بيعرف انه يتأقلم في الاماكن اللي زي دي. وبعدها بيتكلم سام مع توبي وبيعرض عليه انه يسيب المستشفى ويعينه عنده رئيس قسم العلاجات البديلة، وبيقوله انه هيقبض اكتر من $1,000,000 في السنة. لكن توبي بيرفض من غير ما يفكر، وساعتها بيقع سام بلسانه وبيقول له ان راتشل هي اللي طلبت منه انه يعرض عليه الوظيفة. وبمجرد ما بيبقى توبي وراتشل لوحدهم بيلومها توبي لانها اتكلمت مع سام وبيقول لها انه مش بيشتغل في الطب علشان الفلوس. لكن راتشل ساعتها بتتعصب وبتقوله انها عاوزة يبقى عندها شقة خاصة بيها. فبيتنرفز توبي وبيقول لها انه بيكسب $300,000 في السنة، وانه في كل مكان في العالم يعتبر غني ووظيفته مرموقة الا في نظرها هي، وده بسبب مستوى المعيشة اللي هي عاوزة تعيش فيها، على الرغم من ان في غيرها بيتمنى العيشة اللي هي فيها. وبينتهي النقاش ما بينهم وما فيش حد فيهم بيقتنع بوجهة نظر التاني. وبعد اسبوع بتقرر راتشل انها تنفذ اللي في دماغها وبتدور على شقق تمليك، وبتاخد توبي الواحدة فيهم واللي بيكون سام هو اللي مرشح عليها. وبتاخد رأي توبي فيها، فبيقول لها انها مش مريحة وانها مش مناسبة لذوقه. لكن بيبان على راتشل انها مش مهتمة برأيه وبتقرر انها تشتريها. وبيرجع تاني توبي للمستشفى، وهناك بنشوفه مبسوط لانه اترقى من غير اي واسطة ولا محسوبية، وانه اترقى بسبب اجتهاده في الشغل. وبعد الشغل بيروح توبي للبيت وبيلاقي منى متضايقة لانه شغالها في يوم اجازتها، وبيلاقي كمان هنا متضايقة لان مامتها لسه ما جاتش علشان تاخدهم، وبتقول له انها لازم توصل للمصيف علشان تقابل صاحبتها ليكسي ويتعشوا سوا، وان مامتها كانت وعدها بده. وبتتنرفز وبتدخل اوضتها. وبعد ما هنا ما بتمشي بيفتح توبي الكمبيوتر وبيكتشف ان ابنه سولي كان بيتفرج على مواقع اباحية. فبيناديله توبي وبيتكلم معاه وبيحاول يعرف الحقيقة. فبيعترف سولي انه كان عنده فضول وبيعيط وبيحس بالندم، وبيوعد توبي انه مش هيعمل كده تاني. فبينفعل توبي وبيتصل بجلسة الاطفال منى وبيلومها ان سولي كان بيتفرج على المواقع دي في وجودها وانها مش منتبهة، وبيقولها انه مش هيشغلها معاه تاني. وتاني يوم بيحس توبي بالندم، وده لانه بقى مضطر انه ياخد هنا وسولي معاه للمستشفى. وبيحاول انه يمسح الرسالة اللي بعتها لموني لكن مش بيعرف. وفي نفس الوقت بيتصل توبي بمساعدة راتشل وبيعرف منها ان راتشل في اجازة وانها راحت مركز اليوجا. فبيحاول توبي انه يتصل بالمركز ويعرف منهم اذا كانت راتشل عندهم ولا لا، لكنهم بيرفضوا انهم يقولوا له اي معلومة عنها. ولما بيبص توبي على اطفاله وهم في المستشفى بيحس بالذنب وبيبقى شايف انهم ما يستحقوش انهم يقضوا الصيف في المستشفى. فبيروح ياخد اجازة يومين من المدير بتاعه علشان ياخد هنا وسولي المصيف، وبيروحوا البيت بتاعهم اللي في المصيف واللي بيبقى توبي كارهه جدا. وبيحاول انه يوصل كرهه للرأسمالية ومظاهر التفاخر والغنى لولاده. فبيقتنع سولي، لكن هنا بتاخده على قد عقله
وبالليل بيفتكر توبي أول مرة طلب فيها من راتشل إنهم يتطلقوا على الرغم إنها كانت بترفض كل مرة. وتاني يوم بيوصل توبي هنا عند صاحبتها لاكسي، وبيستغرب لما بيلاقيها واقفة تتكلم مع ولد. وبيقابل روكسان صاحبة راتشل واللي بتطلب منه هي كمان إنه يجيب تليفون لهنا، وبتاخد سولي علشان يلعب مع ابنها. لكن بعد ما روكسان ما بتمشي بيتصل توبي بليه صاحبته، وبيكون مستغرب ان روكسان ما استغربتش لما شافته مع الاولاد بدل راتشل. وساعتها بيحس ان اصحابها عارفين حاجه وهو ما يعرفهاش، وبيقرر انه يراقب الحساب بتاعها اللي في البنك، وده علشان يحاول يعرف اللي هي مخبياه. وفي البيت بيلاقي توبي واحده واللي كانت راتشل طالبه منها انها تراقب لها البيت، فبيقول لها توبي انه جوز راتشل فبتمشي. وبعدها بيكمل توبي وبيحاول انه يوصل لحسابات راتشل، لكنه بيكتشف انها غيرت كل الارقام السريه لحساباتها بعد انفصالهم. وبعدها بشويه بيلاقي الشرطه جايه تطلعه من البيت وبتتهمه باقتحام البيت، فبياخد توبي اطفاله وبيمشي. وقتها بيقرر انه يفرح هانا لانها زعلت علشان ما قدرتش تتعشى مع اليكسي، فبياخدها وبيجيب لها تليفون جديد وبيتعشوا كلهم في مطعم. وبالليل لما بيرجعوا بيتهم اللي في المدينه بيجي لتوبي فكره، وهي انه يبعت هانا وسولي المخيم، وده علشان يقدر انه يروح لشغله. وبيفتكر لما كان بيتخانق مع راتشل لانها عاوزه تودي سولي المخيم علشان يكون اصحاب ويبقى ليه حياه اجتماعيه، وهو كان رافض لان سولي مش حابب فكره المخيمات. وبيكتشف وقتها ان راتشل كان عندها حق، وان هو اللي كان بيعاند معاها لمجرد العناد، وانه لما اتحط في موقفها اتصرف زيها. وبيفوق توبي من تخيلاته وبيقنع سولي انه يروح المخيم، وبيقول له انه ما عندوش خيار غير انه يروح. وبنعرف وقتها ان توبي اتعرف على واحده تانية من تطبيقات المعدة واللي اسمها ناهد، وبيبقى في بينهم ميعاد، فبيروح لها توبي شقتها وبيخرج من عندها وهو مبسوط لانها شخص هادي. ولما بيرجع توبي البيت بيلاقي هنا بتعيط ومفكره مامتها ماتت لانها اتصلت بيها وما ردتش عليها، وبتلوم توبي وبتقول ان لو مامتها ما كانتش بتكرهه كانت هترجع البيت. وتاني يوم بيوصل توبي هنا وسولي للاتوبيس اللي هيوديهم المخيم، وبيحس بعدها بالحريه وبيروح يقابل اصحابه لي وسيس، وبيحكي لهم ان راتشل لسه ما ظهرتش لحد دلوقتي، فبيخافوا وبيقولوا له انها ممكن تكون في خطر او حصل لها حاجه. لكن توبي بيبقى شايف ان دي عاده راتشل انها تتاخر، وبيبقى رافض فكره انها في خطر لحد ما بيفكر شويه وبيدرك انها ممكن تكون في خطر فعلا. وفجاه تليفون توبي بيرن وبيبقى الاتصال من المستشفى، فبيسيب توبي اصحابه وبيمشي بسرعه. لكن في الطريق بتتصل المستشفى تاني واللي بيقولوا له انهم ما بقوش محتاجينه، فبيروح توبي البقالة علشان يشتري فاكهة ويعرف يفكر صح. لكنه هناك بيقابل أصحاب راتشل واللي بيقولوا له إنهم شافوها في الحديقة وهي نايمة ومش بتعمل حاجة. وبيرجع بعدها توبي للبيت وبيبقى في دماغه أسئلة كتير عن مراته المختفية واللي في الحقيقة طلعت نايمة في الحديقة. وبيبقى توبي لا فاكر آخر كلام أصحاب راتشل ولا بيكون عارف هو وصل البيت إزاي، وهو بيكتشف إنه اشترى بطيخة معفنة. وبنرجع للماضي لأول يوم قابل فيه توبي راتشل، وبنشوف إنهم اندمجوا جدا مع بعض لدرجة إن راتشل راحت معاه البيت في نفس اليوم، وبدأت علاقتهم الحقيقية بعدها على طول. وبنشوف بعدها راتشل وهي بتعمل مع توبي الحاجات اللي هو بيحبها زي إنهم يتمشوا سوا في شوارع نيويورك. وكمان بنشوف توبي هو بيعمل لراتشل الحاجات اللي هي بتحبها زي إنهم يتزلجوا على الجليد على الرغم إنه مش بيبقى شاطر فيها، لحد ما في يوم من الأيام علاقتهم بتتحسن لدرجة إن كل واحد فيهم بيقول أسراره للتاني. بيعرف توبي ان راتشل ما عاشتش طفوله سويه، وان امها كانت بعيده عنها، وان جدتها ما كانتش بتحبها. فبيقرر توبي انه ياخد راتشل ويعرفها على اهله. وبعدها بفتره بيتشجع توبي وبيتقدم لراتشل واللي بتوافق على طول، وبيبداوا ياسسوا مع بعض بيتهم من الصفر لدرجة إنهم بيجمعوا الأساس المستعمل من الشوارع. لكن في الوقت ده بيبان على راتشل صفة ما كانش توبي واخد باله منها، وهي إنها مش عايزة العيشة اللي هي عايشاها مع توبي، وإنها طموحها زيادة عن اللزوم لدرجة إنه بيلاحظ إنها بتستخدم أساليب غير مشروعة علشان توصل للي هي عايزاه بس. لكن في الوقت ده بيكون توبي مبهور براتشل فمش بيحط الموضوع في دماغه. وبعدها بتبدأ راتشل إنها تستبدل توبي بمات مديرها في الشغل لأنه ذوقه قريب من ذوقها، وكمان بتدي شغل كل وقتها وبتتجاهل توبي وبتتخانق معاه كتير. وبيبقى توبي مستحمل كل ده وبيحاول انه يراعيها ويساعدها لحد ما واحدة واحدة بيبعد عن اصحابه تدريجيا، وده علشان تبقى الاولوية ليها. وفي يوم بيرجع توبي البيت وبيعرف ان ريتشل حامل، فبيزيد اهتمامه بيها اكتر وبيراعيها، وبتزيد ريتشل عصبيه وتجاهل لحد ما في يوم بترجع من الشغل وهي متعصبه، وبتحكي لتوبي انها ما خدتش المنصب اللي هي كانت بتحلم بيه، وان مديرها مات اداه لشخص تاني. وبيعرف كمان ان مات حاول من سنتين انه يتحرش براتشل، وانها لما رفضت ده بقى يرقيها كتير علشان ما تبلغش عنه. وبسبب انها حملت ساعتها مات فهم انه مش هيعرف يخش معاها في علاقه، فقرر انه يعاقبها ويدي
يدي ترقية لحد تاني. وطبعا توبي لما ما بيعرف الكلام ده بيتنرفز وبيتجنن، على عكس راتشل اللي مش بتكون مهتمة باللي هو حاسس بيه وكل اهتمامها بيبقى على نفسها. وبعدها بفترة بيجي ميعاد ولادة راتشل، وبتوصل راتشل لدرجة لا تحتمل من العصبية والاكتئاب، وبتبقى مش عارفة انها تهتم بطفلتها، لدرجة ان توبي بيطلب منها انها تروح لدكتور نفسي، لكن راتشل بترفض وبتقوله انها محتاجة حد يساعدها. فبيعينوا وقتها منى علشان تهتم بهنا. وبعدها على طول بتقرر راتشل انها تقطع اجازة الوضع بتاعتها وبتفتح لنفسها الشركة الخاصة بيها، وبتبقى مشغولة طول الوقت. وقتها بيزيد العبء على توبي، وشوية بتخلف راتشل الطفل التاني واللي بيكون سولي، وبتكون متعة توبي انه يقضي الوقت مع اطفاله، على عكس راتشل اللي بيكون متعتها انها تجمع اكبر قدر من الفلوس. ولكن بعدها بتبدأ الخناقات تزيد ما بين راتشل وتوبي بسبب حضانة الاطفال والمستوى المعيشي اللي راتشل بتبقى عايزة انها تعيش فيه بالعافية وهي مش قده، لحد ما بيمر 10 سنين كاملين من جوازهم، وبيجي اليوم اللي بينتهي فيه جوازهم، وبيكون ده اليوم اللي فيه راتشل عازمة اصحابها الاغنياء، وبتلوم وقتها توبي لانه قال انه هو اللي طابخ مش هي. ولما بيرجعوا من المطبخ بيسأل راتشل واحد من أصحابها عن الشخص اللي ممكن راتشل تنام معاه لو ما كانش توبي هيمانع، فبتقول له راتشل إنها كانت هتنام مع سام. فبيضحك صحاب راتشل على إجابتها لأنهم كانوا يقصدوا حد مشهور مش حد هي تعرفه، وبيتصدم توبي بالإجابة وبيلوم راتشل بنظراته. وبنرجع للحاضر وبيكتشف توبي إن راتشل ما كانتش مختفية وإنها كانت مع سام طول الوقت ده. ولما بيفتح حسابات سام على النت بيكتشف إن سام بيقضي أجازته في نفس مركز اليوجا اللي راتشل من المفروض إنها بتقضي فيه أجازتها هي كمان. وبيفهم وقتها إن راتشل كانت بتخونه مع سام وهما متجوزين، ومن كتر الصدمة مش بيصدق وبيبقى حزين جدا. وبتبقى المرحلة الأولى من حزنه وبتكون عبارة عن صدمة شديدة وجلد ذات، وبيقعد يسأل نفسه هو ازاي ما قدرش يلاحظ وجود علاقة ما بين راتشل وبين سام. ولما بيقلب في اكونت راتشل وفي اكونت سام بيشوف قد ايه ان راتشل كان باين عليها انها معجبة بيه، وده بيكون باين جدا من الصور اللي بتجمعهم وكمان من نظرتها ليه. وفي اللحظة دي بيقرر توبي انه يبعد عن الفيسبوك تماما ويبدأ في المرحلة التانية من حزنه، واللي هيحاول فيها انه يتجاهل اللي حصل ويكبر دماغه، لكنه بيفشل اول ما بيفتح التلفزيون وبيتفرج على نشرة الاخبار وبيتخيل ان المذيعة بيتكلموا عن راتشل وعن سام. فبيقفل التلفزيون وبيتعصب وبيحاول انه ينام لكنه مش بيقدر، فبيحاول انه يحل الكلمات المتقاطعة، لكن الكلمات المتقاطعة نفسها بتفكره بخيانة مراته ليه. فبيقرر انه يكلم صاحبه ويشتكي له لحد ما بيخلص المكالمة معاه وبيرجع ينام. وبعدها بيقرر انه يتخلى عن حالة المبالاة وانه يواجه راتشل. فبيروح لها البيت، لكنه في الطريق بيتعرف على واحدة كان بيكلمها على الانترنت وهي كمان بتتعرف عليه، لكنهم مش بينطوا ولا كلمة وكل واحد فيهم بيكمل في طريقه. ولما بيوصل توبي لبيت راتشل وبيقرر انه يخبط على الباب بيجيله اتصال من طوارئ المستشفى، فبيضطر انه يرجع المستشفى بسرعة. وهناك بيقابل زوج واحدة من المرضى اللي بيعالجهم وبيقول له ان حالة مراته اتدهورت، وبيقول له كمان انها لازم تعمل عملية زراعة كبد. وبيخلص شغله في المستشفى وبيرجع جري على شقة راتشل وبيفتح الشقة بالمفتاح بتاعه، وبيفتكر وقتها ايام ما كانوا سوا وبيفتكر قد ايه انهم كانوا اسرة سعيدة، لكن الخيانة كانت هي السبب في ان شمل الاسرة دي اتشتت. وبيفضل توبي يفتش في الشقة وبيكتشف حاجات خصوص سام موجودة في كل مكان، زي الحاجات اللي موجودة في المطبخ وفي الأدوية وكمان في أوضة النوم. فما بيقدرش توبي انه يتحمل وبياخد معاه جهاز تحميص العيش وبيسيب الشقة وبيخرج منها كأنه بيهرب. وفي الوقت ده بيتصل بباربرا المحامية بتاعته علشان ياخد ولاده، وده بعد ما اتأكد ان راتشل على علاقة بسام. وأول مكان بيروحه بعد ما بيخرج بتبقى مكتبة عامة، وده علشان يحاول يدخل نفسه في مرحلة الإلهاء، وبيحاول انه يلهي نفسه عن اللي شافه في شقة راتشل. وبيمسك وقتها كتاب اسمه الانفصال واللي بيكون مؤلفه راجل مطلق واللي بيهاجم فيه الحركات النسوية، لكنه بعد شوية بيميل لتوبي وبيسيبه وبيقوم يمشي. وبعدها بيروح لباربرا المحامية بتاعته علشان يغير اتفاقية الحضانة ويحرم راتشل من انها تشوف الطفلين، لكن المحامية بتقوله ان راتشل بتدفع نفقة الطفلين وان القانون في صفها، وبتقوله كمان انها طالما هي اللي بتدفع النفقة فهي في عرف القانون الزوج. فبيخرج من عند المحامية وهو حاسس انه اتهان، ودي بتكون مرحلة من مراحل الحزن اسمها الإذلال. وعشان يخرج من مرحلة الإذلال دي بيحاول انه يثبت نفسه كراجل، فبيتخانق مع واحد بيشرب سجاير في منتزه عام وبيقوله انه ما ينفعش يشرب سجاير في المنتزه وما ينفعش كمان انه يخالف القوانين. وبيقدر توبي انه يخليه يقوم ويسيب المكان، ودي بتكون مرحلة جديدة اسمها العدوانية. وبعدها بيتصل بليه صاحبته واللي بتقوله انه ممكن يقضي معاها اليوم مع عيلتها، وبتقوله ان اليوم ده هيفرق معاه وهيحسن من صحته النفسية. فبيروح توبي فعلا لحد بيتها
وهناك بتستقبله ليه وبتستغرب من انه شايل في ايده مكنة تحميص الخبز. فبيتلخبط توبي وبيقول لها انه جايبها لها هدية. ولما بيقضي معاهم اليوم وبيشوف حياتهم ماشية بشكل طبيعي بيلوم نفسه لانه حياته بايظة، وبيسأل ليه هو ليه حياته بايظة كده، وبيقول لها انه كان بيحلم بحياة أسرية طبيعية بس لكنه مش قادر يلاقيها، وبيستأذن منها علشان يمشي لكنه بيكون حاد معاها وكأنه بيلومها هي على اللي هو فيه. فبتزعل منه ليه وبتسيبه على راحته. وبعدها بيروح توبي يقابل سيس صاحبه في واحد من مطاعم المدينة، وبيكلمه سيس عن شغله وبيقوله انه اتطرد من الشغل هو وكل الفريق اللي معاه لكن الدنيا ماشية. ولما بيشوف توبي حياة سيس الفوضوية وعلاقاته النسائية كتير مش بيكون مبسوط باللي هو شايفه. وفي اللحظة دي بيستقبل اتصال من طوارئ المستشفى، فبيقول له سيس انه لازم يرجع للمستشفى حالا وبيسيبه وبيمشي. وفي المستشفى بيلاقي توبي ان زمايله جهزوا مريضة زراعة الكبد للعملية، وبيرفض انه يروح للبيت لكنه بيوصل لمرحلة جديدة من حزنه وهي الإرهاق، وبسببها بينام في المستشفى. وفجأة بينام وبيحلم بالمريضة اللي هتعمل عملية زراعة الكبد، وبتقوله المريضة انه انقذ حياتها وبتشكره وبتعرض عليه انه يتجوزها. وفجأة بتصحي واحدة من زمايله تاني يوم وبتقوله ان ده ميعاد مروره على المرضى، فبيقوم معاها. وبعد ما بيخلص مروره على المرضى بيروح يقعد لوحده في المكتب وبيعيط، وبكده بيكون وصل للمرحلة الأخيرة من حزنه واللي بتكون مرحلة التقبل. وبعد ما بيخلص توبي نوبة العياط في المستشفى بيرجع لبيته، وبيكون عنده أجازة لمدة أسبوع وبيكون هناك وحيد وحياته فاضية. فبيدور على أي حاجة تشغله علشان يعملها، ومش بيلاقي حاجة يعملها غير إنه يروح متحف التاريخ الطبيعي، وهناك بيقف قدام المادة المظلمة واللي بتكون مادة خطيرة بتستخدم للأغراض العسكرية. لكن توبي مش بيخاف من المادة دي لأنها بالنسبة له بتجسد له فكرة العدم أو اللا وجود. وبيرجع توبي للبيت مرة تانية وبيفضل يعد الأيام لحد ما الأسبوع بيخلص، وأخيرا بيرجع لشغله في المستشفى تاني. لكن بعد ما بيخلص يومه في الشغل بيحتار يقضي الليل الطويل فين. فبيحاول إنه يعزم زمايله في المستشفى على سهرة لطيفة في الحانة لكنهم بيكونوا مشغولين بحاجات تانية فبيرفضوا. وفي اللحظة دي بيضطر توبي إنه يتصل بسيس صاحبه واللي بيعزمه على سهرة في كازينو، وهناك بيلعبوا جولف وبيتفرجوا على 2 ستات بيتصارعوا. وبعد الأنشطة الغريبة اللي بيعملوها دي بيرجع توبي وحيد مرة تانية، فبيروح لنهيد واللي بتقرر إنها تحكي له عن جوزها المرة دي، وبتقوله إنه مذيع مشهور جدا في واحدة من القنوات الإخبارية، لكنه أول ما اتجوزها قال لها إنهم هيفضلوا متجوزين بشكل سوري ومش هيعملوا علاقة زي متجوزين، لكنها هتظهر معاه في كل المناسبات كأنها مراته، وفي المقابل هو هيصرف عليها وكمان هيجيب لها أي حاجة تحتاجها. فبيقول لها توبي إن حياتها طلعت أسوأ مما كان يتخيل، وبيقول لها كمان إن هي كده مش حرة. فبتقوله إن هو كمان مش حر لكنه بيكون فاهم غير كده لأنه مطلق وقادر إنه يعمل أي حاجة. وبعد ما بيخلص توبي كلامه مع نهيد وبيخرج من عندها بيعدي في طريقه على عربية بتبيع الحيوانات الأليفة، فبيقرر إنه يشتري كلب، وبيقول إن الكلب ده بيمثله كل حاجة هو محتاجها في حياته، وبتكون أهم حاجة هو محتاجها توبي هو الوفاء. وبعدها بياخد الكلب وبيروح يقعد مع ليه وسيس أصحابه، وبيتفاجئ بإن حياة سيس هي كمان بتبوظ، واللي بيقول لتوبي إنه لابس بدلة رسمية طول اليوم علشان يكون مستعد لأي مقابلة عمل. وبيقول لهم كمان إن هو محبط وحزين جدا، وده لأن سنه 41 سنة وهو لسه عاطل عن العمل. وبعدها بتقول لهم ليه إنها اتأخرت عن الطيارة، وبتستأذن ليه وبتروح لأسرتها واللي شكلهم بيكونوا مسافرين. وفي الطريق بتفتكر ليه شغلها القديم في الصحافة، وبنشوفها وهي مع كاتبها المفضل، وبعد حوارها معاه بتقرر إنها تستقيل من المجلة اللي قضت فيها 15 سنة. ولما بترجع البيت بتقول لجوزها آدم إنها هتستقيل وهتتجه لكتابة الرواية، وبتقول له إنها ما تقدمتش ولا خطوة في المجلة من ساعة ما اشتغلت فيها، وعلشان كده لازم تستقيل وتشق طريقها بنفسها. لكنها بعد كده ما كتبتش ولا صفحة ولا نشرت حاجة، لا رواية ولا حتى قصة. وفي الوقت ده بيستقبل توبي اتصال من مدير المخيم اللي فيه بنته هنا وابنه سولي، ولما بيروح للمخيم بيقول له المدير ان بنته هنا بعتت صور غير لائقة لطالب من الطلاب الموجودين في المخيم، وبيقول له كمان ان الطالب ده بعت الصور لزمايله. فبيتعصب توبي وبيسأله ان كان عاقب الطالب اللي نشر الصور ولا لسه، فبيقول له مدير المخيم انه مش هيعاقبه، وده لان هنا بنته هي اللي بعتت الصور من نفسها. فبيقرر توبي انه ياخد هنا وسولي ويمشي، لكن قبل ما يمشي بيواجه الطالب اللي عمل كده وبيقول له انه حقير وعمره ما هيكون شخص ليه قيمه في حياته. وفي الطريق بيصرح توبي هنا وسولي بان امهم راتشل قررت انها تسيبهم معاه، ورغم ان هنا بتعيط شويه لكنها بتتقبل الموضوع بعد كده. ولما بيوصلوا البيت بيتفاجئوا بوجود الكلب اللي توبي اشتراه واللي بيقول لهم انه سماه بابلز، فبيفرحوا بيه جدا. وتاني يوم بياخدهم وبيروحوا سوا متحف التاريخ الطبيعي وبيوريهم الماده المظلمه
وبيدخلوا مع بعض جوه، لكن سولي بيخاف وبيطلع يجري وبيحصلوا توبي وهنا. وبعدها بيبدأ توبي وأطفاله إنهم يتعودوا على حياتهم من غير راتشل، وبيبطلوا الأطفال إنهم يسألوا عنها وبيعملوا ذكريات مع بعض. وفي يوم من الأيام بيتكلم سيس مع توبي واللي بيقوله إنه قرر يتجوز حبيبته، فبيستغرب توبي وبيفكروا بكلامه عن الحرية العزوبية، لكن سيس بينكر كل ده وبيقوله إنه شخص كبير في السن وإنه وحيد وإنه عايز يستقر ويكون أسرة، وبيطلب من توبي إنه يفرح له شوية. وبعدها بيقرر توبي إنه يعمل حاجة جديدة في حياته، فبيروح لنهيد البيت وبيطلب منها إنها تخرج معاه وبيقول لها إنه عاوزهم يتعشوا سوا، لكن نهيد بترفض إنها تخرج، فبيسيبها توبي وبيمشي. وفي أثناء طريقه بيجيله رسالة من المدير بتاعه واللي بيطلب منه فيها إنه يقابله. وتاني يوم بيروح توبي الشغل وهو فرحان ومتحمس، والأول مرة بتقوله بنته هنا إنها بتحبه وفخورة بيه لأنه والدها. وبيدخل توبي على المدير بتاعه وهو فرحان، لكن المدير بيصدمه بخبر انهم هيجيبوا رئيس قسم غيره من بره المستشفى بسبب انه ما كانش ملتزم الفترة الأخيرة. فبيطلع توبي من عنده وهو حاسس ان الحياة مش عادلة. وبعدها بيرجع توبي البيت وبيكون متضايق لان الترقية راحت منه، والأول مرة من 30 سنة بياكل كمية كبيرة من الكربوهيدرات والعيش، وبيفضل طول الليل بطنه بتوجعه. وشوية وبتيجي أخت توبي وبتفكره بانه كان رايح حفلة لم الشمل وانه طلب منها انها تيجي تقعد مع الأطفال، لكن توبي بيقول لها إنه خسر الترقية بتاعته وكمان مطلق ومش عارف يقدم نفسه ليهم إزاي. لكن أخته مش بتكون شايفة إن دي مشكلة وبتقول له إن نص الناس مطلقة، فبيقتنع توبي وبيحاول إنه يجي على نفسه وبيروح الحفلة. وهناك بيدرك توبي الغرض الحقيقي من الحفلات وهي إنهم يتبسطوا مش يكونوا فخورين باللي عندهم. فبيفضل توبي يقارن نفسه في حفلة لم الشمل والحفلات اللي كان بيحضرها مع راتشل واللي كلها كانت تكلف وتفاخر، وانه كان دايما بيبقى منبوذ في الحفلات دي على عكس حفلة لم الشمل اللي هو فيها. فبيدرك توبي ان اصحابه متقبلينه زي ما هو وانهم شايفينه دمه خفيف ومش حاسس بالاستحقار وهو وسطهم. وفجأة بتحضر ليه مع جوزها وبتقضي وقت لطيف هي كمان، ولما بيجي جوزها يقول لها ان الوقت اتأخر وانهم المفروض يروحوا بتعامله ليه بطريقة وحشة وبتسيبه يروح لوحده. وبعدها بيتجمع توبي وليه وسيس علشان يدخنوا بعيد عن الحفلة، لكنهم بيبدأوا يتخانقوا وكل واحد بيطلع في التاني عيوب. فبيكون توبي شايف ان ليه بتعامل جوزها باحتكار وانه لو مكان جوزها كان انفصل عنها من مدة، وبيأيدوا سيس في الرأي واللي بتبقى ليه شايفة ان سيس فاشل لانه مش متجوز ولا عنده اطفال. والاتنين بيبقوا شايفين ان توبي مش بيعمل حاجة في حياته غير انه يشتكي طول الوقت ومش فارق معاه انه يسمعهم ويسمع مشاكلهم. وفجأة بتقاطعهم حبيبة سيس فبيسكتوا وبيقرر توبي انه يروح. فبتروح ليه معاه البيت وبتحاول انها تحكي لتوبي اللي هي حاسه بيه وبتتكلم كتير وهي بتعيط، لكنها لما بتلتفت وراها بتلاقي ان توبي ينام من التعب فبتروح تنام جنبه. وتاني يوم الصبح بيصحى توبي على صوت سولي وهو بيعيط، فبيطلب توبي من ليه انها تمشي، لكن ليه مش بتكون لاقيه مكان تروحه، فبتفضل تلف في الشوارع لحد ما بتقعد في جنينه وبتدخن. وفجأة بتلمح راتشل قدامها ومش بتكون مصدقة عينيها، فبتقرر انها تروح تكلمها وتسألها عن اللي حصل وعن المكان اللي كانت فيه طول المدة اللي فاتت، لكن بيبان على راتشل انها مش متزنة وبيكون كلامها كله مش منطقي. فبتقترح عليها ليه انها تتصل بتوبي، لكن راتشل بترفض. فبتقترح عليها انهم يروحوا البيت وبتبعت ليه رسالة لآدم وبتقوله انها هتتأخر. وفي بيت راتشل بتلاحظ ليه ان البيت مكركب وان راتشل متوترة اكتر، فبتطلب منها ليه انها تهدى وتحكي لها اللي حصل. فبتحكي لها راتشل وبتقول لها ان الكل هجرها، وبتحاول ليه انها تفهم كلامها بالرغم انه مش مترتب ولا مترابط. وبنرجع وقتها بالزمن اللي قبل ما راتشل وتوبي يطلقوا بشهور، وبنشوف راتشل وهي مشغولة جدا بالشغل، وفجأة بيتصل بيها سام وبيطلب منها وقتها انها تبقى الوكيل بتاع ابن اخوه وبيقول لها انه مش كويس في التمثيل. فبتوافق راتشل وبتقوله انها عندها وكيل مناسب ليه، فبيضحك سام لان كل حاجة ماشية بالمحسوبية حتى التمثيل. وبعدها بفترة بيروح سام لراتشل المكتب وبيجيب لها ورد وبيشكرها على انها ساعدت ابن اخوه وجابت له دور كويس، وبيعرض عليها ان توبي يمسك القسم الجديد اللي هيعمله، وبيقول لها انه هيقبض $1,000,000 في السنة. لكن راتشل بتقوله ان توبي مش هيقبل وانه بيحب يتعامل مع المرضى، فبيغير سام الموضوع وبيعزمها على قهوة. لكن راتشل بتتوتر ومش بتكون فاهمة جوز صاحبتها جاي يعمل لها ايه، فبترفض طلبه. وبنرجع بالزمن ورا كمان شوية وبنعرف ان راتشل اتعرفت على مريم مرات سام من دروس اليوجا، وان علاقتهم كانت سطحية في الاول لحد ما راتشل قررت انها تقوي علاقتها بيها، وده في حد ذاته كان شغل تاني محتاج من راتشل وقت ومجهود.
وبنرجع بالزمن وبنعرف إن راتشل لما مامتها ماتت من السرطان بعتتها جدتها مدرسة خاصة، وإن راتشل وقتها كانت أفقر واحدة في المدرسة وما كانتش عارفة تندمج مع باقي زمايلها. وبعدها بنشوف راتشل في شبابها وبالتحديد في اليوم اللي قابلت فيه توبي، وبنعرف إن راتشل كانت مبسوطة إنها هتكون ليها عيلة لأنها ما حسيتش الإحساس ده قبل كده، وإن كل حاجة كانت معاها كويسة لحد اليوم اللي ولدت فيه بنتها هنا. وبنعرف وقتها إن الدكتور وهو بيولد راتشل عاملها بعنف شديد وخلاها تتألم جدا لدرجة إن هي ما تحملتهاش، وإن ده وقتها كان السبب اللي خلى راتشل تعاني من اكتئاب بعد الولادة، وإنها كانت حاسة طول الوقت إنها لوحدها وإنها ضعيفة وضحية، لحد اليوم اللي قررت فيه راتشل إنها مش هتكون ضحية وإنها هتكون ست قوية وقادرة. فبتروح من ورا بيت مديرها وبتاخد العملاء بتوعه وبتفتح لنفسها الشركة اللي كانت بتحلم بيها، وفعلا بتقدر راتشل إنها تنجح وشركتها بتكبر. لكن في نفس الوقت بتكون علاقتها بتسوء بتوبي أكتر لأنه طول الوقت بيطلب منها أعباء إضافية وقتها ما يسمحش بيها، ولأنه كان دايما بيهددها إنه هيسيبها. وكمان وقتها بتدرك راتشل إن أصحابها اللي هي كونتهم دول مش هيبقوا لها للأبد. وبعدها بتقرر راتشل وتوبي إنهم يروحوا جلسات علاج زواجي، لكنهم بيفضلوا يتخانقوا وبيلوموا في بعض ومش بتنجح الجلسات دي أبدا، بالعكس بتخليهم يبعدوا عن بعض أكتر، لحد ما بيجي اليوم اللي راتشل كانت خايفة منه طول الوقت وكان السبب في إنه يوترها أكتر وهو إنه توبي يسيبها. وعلى عكس بتلاقي راتشل إن الطلاق مش حاجة سيئة زي ما هي كانت متوقعة، وبتحس إن هي حرة وبتقنع نفسها إن الجواز مرحلة وبتنتهي زيها زي أي مرحلة طفولة أو مراهقة. وبتبدأ راتشل إنها تعيش حياتها بشكل طبيعي لحد ما فجأة بيدخل عليها سام وبيقول لها إنه عاوز يشكرها مرة تانية، وبيعرض عليها إنهم يشربوا مع بعض. والمرة دي راتشل بترتبط بسام، وبتحس راتشل إن سام مختلف عن توبي لأنه بيحب يسمعها وهي بتتكلم عن شغلها، وبتقرر إنها تفتح لنفسها مكتب تاني في لوس أنجلوس علشان تبقى قريبة منه. وبعدها بنشوف راتشل وهي بتتكلم مع توبي وبتقوله على موضوع مكتبها الجديد، وبتطلب منه إنهم يتناقشوا من غير عصبية، وبتطلب منه إنها تاخد عيالها معاها وبتوعده إنها هتحافظ على بيتها وهتتنقل ما بينه وبين مكتبها الجديد. لكن توبي بيكون متحفز ضدها وبيقول لها انها تقدر تمشي وتسيب الاطفال وانهم كده كده مش هيحسوا بغيابها، وبتبقى دي اصعب كلمه توبي يقولها لراتشل. واول ما بتقفل راتشل مع توبي بيتصل بيها سام وبيقول لها انه هيحجز لهم في مركز اليوجا، فبتتحجج راتشل شويه بشغلها لكنها بتقتنع في الاخر وبتاخد هانا وسولي وبتوديهم لتوبي وهو نايم وبتسيبهم وبتمشي. ووقتها بنبدا نعرف راتشل كانت فين وبتعمل ايه طول المده اللي اختفت فيها، وبنشوفها هي وسام في المركز وبيقضوا وقت حلو مع بعض، وبيعرض عليها انها تجرب الحشيش معاه لكن راتشل بترفض وبتقوله انه بيجيب هلوسه. وبعدها بتروح تعمل جلسه مساج لكن راتشل مش بتكون مرتاحه ونفسها بيتقطع، فبتقترح عليها البنت بتاعت المساج انها تروح لشخص تاني هيقدر انه يطلع التوتر من جسمها. وبتسمع فعلا راتشل كلامها وبتروح للشخص ده واللي بيطلب منها انها تصرخ وتطلع كل الطاقه السلبيه اللي في جسمها. فبتصرخ راتشل وبتفتكر بنتها هانا اللي واخده طبعها وبتحب تقرب من الاغنياء وتخليهم يحبوها، وبتفتكر سولي اللي شبه والده واللي متأكد ان كل الناس هتتقبله زي ما هو من غير ما يبذل اي مجهود، وبتفتكر مامتها اللي وجودها كان هيخليها شخص سوي، وتوبي اللي وعدها انه مش هيسيبها. وبالرغم من كده قعد طول فترة جوازهم يهددها انه هيسيبها وفي الاخر سابها فعلا. وبعدها بتخلص الجلسة وبترجع راتشل لطبيعتها، وبيبدأ سامي يتضايق من راتشل لانها بتدخل في نوبة بكاء هستيري وتوتر جامد. وتاني يوم بيقرر سامي انه يسيبها ويمشي بالرغم انهم كانوا متفقين انهم يقضوا يومين زيادة. وللمرة التانية بتحس راتشل انها اتهجرت، ولما بتفتح تليفونها بتلاقي رسائل كتير جدا من شغلها ومن توبي، فبتتوتر راتشل وبتروح تدفن التليفون بتاعها في الغابة. وتاني يوم بتتصل راتشل بالمساعدة بتاعتها وبتطلب منها انها تبعت لها تليفون جديد وبترجع بيتها، لكنها مش بتعرف تنام وبتدخل في سلسلة من الأرق والنسيان. فبتطلب راتشل أكل صيفي أكتر من مرة، وفي كل مرة بتنسى إنها مش بتحب الأكل ده، وكمان بتنسى إنها طلبته قبل كده. وساعتها بتقرر إنها تجرب الحشيش اللي سام عرض عليها، لكن الحشيش بيزود حالتها أكتر وبتدخل في حالة من الهلوسة وبتفضل تحلم أحلام غير منطقية لحد ما بتقرر إنها تروح تنام في الجنينة. وفي الوقت ده بتقابل صحابها وبترفض إنها تروح معاهم وبتقول لهم إنها مستنية تليفون من الشغل. ولما بترجع راتشل البيت بتسأل الأمن لو كان المساعدة بتاعتها بعتت لها التليفون الجديد، وبتكتشف إنها بعتته لها من 3 أسابيع. وبعدها بتقرر راتشل إنها تروح لتوبي وفعلا بتقف قدام بيته، لكنها مش بتقدر إنها تدخل لأنها بتخاف إنه يزعق في وشها ويتهمها بإنها حقيرة.
وبتبقى خطتها التانية وقتها إنها تروح للعملاء بتوعها وتعتذر لهم، لكنها بتكتشف إنها لما غابت عنهم 3 أسابيع راحوا لمديرها بات، وبيبقى ده قصد راتشل لما قالت للي إن الكل هجرها، وبيكون ده هو نفس الوقت اللي ليه لقيتها قاعدة في الجنينة. وبنرجع لبيت راتشل وبنشوف ليه وهي بتطمن راتشل وبتطلب منها إنها تنام وبتوعدها بإنها هتساعدها. فبتقول لها راتشل إنها كانت طول الوقت بتحبها وإنها كانت فاكرة إن هي اللي ما بتحبهاش، وبتفهم ليه إنها ما كانش لازم تسمع القصة من طرف واحد أبدا، وإن ما فيش حد ملاك طول الوقت ولا وحش طول الوقت. فبتتصل ليه بتوبي علشان تحكي له، لكنها بتلاقيه بيعتذر لها على اللي عمله فيها، فبتسيب التليفون وبتقعد جنب راتشل وهي بائسة. وفي الليل بتروح ليه لتوبي وبتحكي له إنها شافت راتشل وإنها ما كانتش كويسة وإن عندها انهيار عصبي، وإن كمان في أيام كاملة هي مش فاكراها تقريبا، وبتحكي له عن كل حاجة حكتها لها راتشل. لكن رد فعل توبي مش بيكون متوقع بالنسبة لليه، لأنها بتلاقي إن توبي قاسي ومش متأثر باللي هي حكته، وبيقول لها إنه عنده شغل بكرة وإنه لازم ينام، وإن راتشل دايما بتستغل انهياراتها دي علشان تطلع كسبانة، وبيطلب من ليه إنها ترجع لبيتها. وبعدها بيحاول توبي إنه يعيش حياته وبيروح المستشفى كالعادة وبيقرب لأولاده أكتر ويحل معاهم مشاكلهم ويساعدهم في اللي هم عاوزين يعملوه. وفي نفس الوقت بتكون حياة ليه باظت بسبب الأيام اللي قضتها برا البيت، وبيبقى جوزها آدم رافض إنه يسامحها وبيتجنبها هو وأطفالهم. وبتحاول ليه إنها تفهم آدم هي ليه متغيرة، فبتقوله إنها حاسة إنها مش عايشة وإن حياتها قبل كده كانت أحسن، لكن آدم مش بيقتنع وبيقول لها إن حياتها بالفعل حلوة وإنهم هما اللي اختاروها، وإن ممكن يبقى جزء من حياتها عادي بالرغم من اللي هي بتمر بيه. وفجأة بيجي ليه اتصال من سيس علشان يعزمها فيه على حفلة هو عاملها، فبتطلب ليه من آدم إنه يروح معاها لكنه بيرفض، فبتضطر ليه إنها تروح لوحدها. وفي الحفلة بتقابل توبي واللي كانت متجاهلاه في الفترة الأخيرة، وبتعرف إن سيس عامل الحفلة دي علشان يتقدم لحبيبته، وبتكون هي وتوبي مستغربين إنه عمل خطوة غبية زي دي. وبعد ما بيتقدم سيس لحبيبته بيروح يتكلم مع ليه وتوبي، فبتعتذر ليه لأنها كانت بتعامله بشكل مش حلو لأنه ما اتجوزش وما خلفش، وبيقول له توبي إنهم فرحانين علشانه. وبعدها بيسيبهم سيس وبيروح لخطيبته، فبتتكلم ليه مع توبي وبتقول له إنها قررت إنها تكتب كتاب عن شخص مطلق واللي صحي الصبح لقى طليقته سايباله طفلين واختفت. وطبعا توبي بيبقى فاهم إن هو اللي مقصود، فبيسألها إزاي هتكتب قصة هي مش عارفة نهايتها، فبتقول له ليه إن في النهاية طليقته هتعرف إنها غلطانة وإن الجواز ما كانش سبب فشلها، وإنه كان مجرد شاهد على القرارات الغلط اللي هي أخدتها في حياتها، وإن الطلاق مش هيرجعها أصغر في السن ولا حاجة، وإن مفيش حاجة هتخليها تقدر ترجع في القرارات اللي هي أخدتها غلط في حياتها. فبيتأثر توبي وبيعيط، وكمان ليه بتعيط وبتقوله إنه في يوم ممطر هيسمع صوت المفتاح في الباب، وإنه فجأة هيلاقي وقتها طليقته قدامه. فبيترجاها توبي إنها تكمل، لكن ليه بتقوله إن خيالها وقف عند كده، وبيقرروا هما الاتنين إنهم يسيبوا الحفلة وبيطلعوا يتمشوا سوا. فبيقوم توبي يروح الحمام قبل ما يخرج وبتستناه ليه بره، ولكن فجأة بيطلع في دماغها إنها تاخد تاكسي وترجع البيت، وبتبعت رسالة لتوبي تعرفوا إنها مشيت. وفي البيت بتروح ليه تحضن جوزها آدم وهو نايم، وبتقوله إنها بتحبه جدا وإنها جت بدري علشانه، فبيسامحها آدم على طول. وفي نفس الوقت ده بيكون توبي وصل بيته، وبتبقى الدنيا بتمطر لأول مرة من بعد انتهاء الصيف. وفجأة وفي أثناء ما توبي واقف قدام الشباك وبيفتكر حياته مع راتشل، بيسمع صوت الباب بيتفتح وبيلاقي راتشل قدامه، وده بيكون نفس اللي ليه توقعته في قصتها بالظبط. وبيخلص الجزء الأول من المسلسل.